الصبح. انا عاجبني مرتضى منصور 2023 يعني الحقيقه، يعني شكل الفيديو والكلام اللي طالع والعقليه اللي بدأ يشتغل بيها مختلفه تماما عن الفكره اللي كان بيشتغل بيها قبل كده. النهارده كان دايما التناول الاعلامي يا كابتن خالد بنتعامل معاه بشكل سلبي. النهارده منتهى الايجابيه. فكره انك ما تسيبش حد بيطلع يقل ادبه او يتطاول على الزمالك او رئيس الزمالك او منظومه الزمالك شكوى وتفضحه، ودي سياسه جديده مهمه جدا. انت زمان كنا بنطلع نديله اللي فيه نصيب وخلصت، لا انت لازم تطارده. وفكره انك تشتكي اللي اسمه ايه الولد المزياد، انا مش فاكر اسمه، مش عارف اسمه امير هشام. انا والله ما بعمل اسقاط عليه، فعلا ما اعرفوش. الاخ ده اللي ارتكب جريمه لانه اتكلم عن التوقيع مع لعيب عقده مستمر مع نادي سنه ونص. انت كده بتسلم الزمالك تسليم مفتاح، تقول له اتفضل اعمل الشكوى. فانت النهارده هتروح تشتكي النادي الاهلي، هو عايز الاهلي يبيع الولد ده، ما هو كان مذيع في قناه النادي الاهلي، لان الاهلي هيروح مش هيعترف بانه حصل على توقيع احمد فتوح، فبالتالي انت بتقول له لا الولد كذاب. احنا عايزين النوعيه دي من الاعلام تبطل. وبص يا كابتن خالد، هرجع الكلام، انا عجبني كلام اخويا ايهاب الفولي امبارح، لانه احنا هنا الترابيزه الصغنونه دي عامله قلق، عامله مشكله كبيره جدا. مصر كانت دايما بتسمع من طرف واحد، مصر كانت بتسمع اعلام واحد، مصر كانت بتسمع ناس وننام كلنا وبكره امين. لكن النهارده لا، الزمالك ما عملش القناه دي عشان نطلع نمدح في محمود الخطيب، الزمالك ما عملش القناه دي عشان اطلع اشيد بسياسات الاهلي، لا ده انا عشان اكشف سلبياتك واكشف الخراب اللي انت بتدخله على كره القدم المصريه والافريقيه، اكشف الظلم في البطولات وفي المسابقات وفي اللوائح وفي القوانين وفي الفلوس وفي التمويل، افضح كل شيء ضد العقل والمنطق وضد كره القدم. احنا كره القدم في مصر لعبه غير عادله، قوانينها غير عادله، لوائحها للنادي الاهلي بس. فحضرتك انا مش عامل منبر قناه نادي الزمالك عشان اتفرج عليك وانت بتاخد بطولات، لا انا طالع على اقول لك انت بتغلط ستوب. النهارده انت اسأت للزمالك لازم تاخد حسابك. بالاضافه لان احنا اي حد يتطاول على الزمالك، لاعبي الزمالك، جهاز الفني، اعلام الزمالك، رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، احنا كافلين بالرد عليه، احنا كافلين بقى نروقه. لكن اداره النادي انا بقول لمرتضى منصور شابوه انه بدا ياخد باله من فكره انك لازم تلاحق هذه النماذج قضائيا علشان كل واحد يتحط في حجمه الطبيعي.